طعن رئيس الإمارات محمد بن زايد نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان من جديد، وقرر بكل مكر ودهاء تملصه من تحالف أوبك بلس في محاولة إماراتية واضحة لإحراج السعودية أمام الرأي العام الدولي، وإمعانا في سياسته الهادفة لتهميش ولي العهد السعودي الطامح للقيام بأدوار إقليمية، وذلك بتنسيق كامل وخطوات مدروسة مع الجانب الإسرائيلي الذي بات الحليف الأقرب لحكام الإمارات. موقع تكتيكا ريبورت الاستخباراتي كشف عن قيام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بتهديد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانسحاب الإمارات من منظمة أوبك التي تقودها السعودية. وأكد الموقع أن الرئيس الإماراتي قرر التوسع في علاقات التطبيع مع إسرائيل للضغط على السعودية، وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيام بزيارة الإمارات في أقرب فرصة ممكنة. ودعم موقف أبو ظبي بزيادة إنتاج النفط في حال وصلت المملكة تشددها من ملف التطبيع. وأوضح الموقع أن بن زايد ينسق مع إسرائيل لتقديم شكوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحكومة السعودية لدى الإدارة الأمريكية، وذلك بزعم وجود تهديدات سعودية للإمارات من مغبة اتخاذ قرار بزيادة إنتاج النفط بشكل أحادي. وطلب الرئيس الإماراتي بحسب الموقع من نتنياهو الضغط على البيت الأبيض لتبني موقف صارم من السعودية وتقديم ضمانات لأبو ظبي من أجل زيادة إنتاج النفط. وأضاف الموقع أن بن زايد اشتكى لنتنياهو من ضغوط يمارسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد الإمارات، مبديا استعداده لتعويض نقص إمدادات الطاقة في إطار صفقة يتم بموجبها تزويد أبو ظبي بمنظومات دفاعية، بالإضافة لتسريع خطة تسليم الطائرة المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 إليها. ويقول مراقبو الخليج إن أحد المصادر الرئيسية للصراع هو أن الإمارات ترى نفسها كمنافس للمملكة العربية السعودية وليس كشريك صغير. وفقا للموقع الاستخباراتي فإن محمد بن زايد قال إن التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات سيتطلب تغييرا نهائيا في استراتيجية أوبك بلس متوسط المدى، وهو ما ترفضه السعودية حتى الآن. وأشار الموقع إلى أنه في ضوء الإصرار السعودي على قيادة أوبك وتنسيق إجراءات الإنتاج مع روسيا، يعتقد رئيس الإمارات أنه يتوجب على بلاده الانسحاب من المنظمة. ولفت الموقع الاستخباراتي إلى الخلافات الشديدة بين الإمارات والسعودية بشأن مستويات النفط وإنتاجه، وانعكاس ذلك على العلاقات مع الولايات المتحدة هو ما دفع بن زايد لإطلاق التهديدات بمغادرة المنطقة. وأكدت وكالة رويترز ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه تلقى يوم الخميس خلال حديث هاتفي مع رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان دعوة من الأخير لزيارة الدولة الخليجية. وكتب نتنياهو على تويتر: لقد دعاني صديقي محمد بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية. وجاء في نص تغريدته: تحدثت للتو مع صديقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معا. وأضاف: لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن من تعزيز علاقتنا معا. أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا. ويأتي هذا التطور بعد أيام من كشف صحيفة وول ستريت جورنال بأن الإمارات أوفدت مستشار الأمن الوطني الشيخ طاحون بن زايد آل نهيان في مهمة سرية إلى السعودية لمحاولة إقناع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم خفض إنتاج النفط الخام. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن طاحون بن زايد التقى محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي، وحاول ثنيه عن قرار خفض الإنتاج على اعتبار أن ذلك ليس ضروري وقد يغضب الولايات المتحدة ويخاطر بإظهار منتجي النفط كحلفاء لروسيا. وقالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان لم يبالي، وتصاعد التوتر بشكل كبير بين الرياض وواشنطن بعد انتقادات متبادلة بشأن قرار تحالف أوبك بلس الذي تقوده السعودية وروسيا بخفض إنتاج البترول بأكثر من 1,000,000 برميل يوميا ابتداء من نوفمبر. وبحسب الصحيفة يعد الانقسام بين الإمارات والسعودية علامة على عدم الارتياح بين بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الذين يخشون أن يؤدي خفض الإنتاج إلى الإضرار بعلاقتهم بالولايات المتحدة. كما تظهر رحلة الشيخ طاحون أيضا الطموح المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنتج للنفط يمكنه تحدي السعودية في السياسة حتى وإن لم ينجح الأمر دائما، بحسب ما ذكرت صحيفة أمريكية. وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه مع تصاعد الانتقادات الغربية لقرار خفض الإنتاج ووجود خلافات داخل أوبك، ضغطت السعودية على الإمارات ودول أخرى لإصدار بيانات تدعم خفض الإنتاج. وأشار موقع أكسيوس وفقا لمسؤول أمريكي سابق ومسؤول عربي إلى أن المملكة العربية السعودية ضغطت على عدد من الدول العربية من أجل إصدار بيانات تؤيد موقفها بعد قرار منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط.
وأكد الموقع على أن هدف الضغط السعودي على الأرجح هو تجنب العزلة التي من المرجح أن تفرضها عليها الولايات المتحدة، وإظهار أن القرار الذي أغضب إدارة بايدن كان قراراً جماعياً من جميع الدول العربية في أوبك. وصرح مسؤولون من إحدى الدول العربية نقلاً عن ذات الموقع أن الضغط السعودي كان على مستوى عال وأن السعوديين ضغطوا بشدة. يذكر أن الخلاف بين السعودية والإمارات ليس الأول من نوعه في سياسة إنتاج النفط بعد اعتماد أبو ظبي استراتيجية بيع أكبر قدر ممكن من الخام قبل أن يجف الطلب العالمي. والعام الماضي تصاعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات بشأن إنتاج النفط داخل تحالف أوبك بلس المكون من 23 دولة. ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الإمارات إلى التنازل والعقلانية للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع عقد في يوليو 2021. وجاء التصريح بعد رفض الإمارات لاتفاق يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف أوبك بلس حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي باعتباره غير عادل. بلغ الخلاف السعودي الإماراتي آنذاك درجة أن محمد بن زايد كان مضطر للانتظار 10 أيام كاملة قبل أن يسمح له بزيارة الرياض لتبرير موقف بلاده. ولجأ النظام الإماراتي إلى التسريب لوسائل إعلام دولية بأنه عرض قرار منظمة أوبك بشأن خفض إنتاج النفط وإلقاء المسؤولية كاملة في ذلك على السعودية. فيما قال مراقبون أن الإمارات تتعمد إرسال رسائل مختلطة لكي يتسنى لها ممارسة دورها عبر اللعب على الحبلين. وتطرح الرسائل المختلطة التي ترسلها الإمارات تجاه سياسة النفط السعودية وعلاقتها مع الولايات المتحدة تساؤلات حول الهدف من هذه الرسائل، وإن كانت خلافا في وجهات النظر أو محاولة الابتعاد عن العواقب التي قد تطال الرياض بسبب سياستها النفطية. وعلى مدار سنوات أكدت مواقف الإمارات المتعددة أن سياستها تهدف لإضعاف المملكة وتهميشها وعزلها عن محيطها العربي والإقليمي. واستطاع بن زايد تحقيق جزء من ذلك مستغلا وجود ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان وعدم أهليته لقيادة المملكة، فهو الذي حرض المملكة على مقاطعة قطر ولم يكن متحمسا للصلح معها. واقتصاديا دعمت الإمارات مقاطعة السعودية لتركيا وإيران، لكنها في الوقت ذاته واصلت تبادلاتها التجارية مع كل من أنقرة وطهران، إذ تعتبر الإمارات ثاني أكبر مبادل تجاري مع إيران، وعلاقتها الاقتصادية مع تركيا مستمرة. وآخرها كان إعلان تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليار دولار أواخر نوفمبر الماضي. الإعلام الإماراتي شارك هو الآخر في حملات الانتقاص من المملكة وتشويهها في أكثر من مناسبة، بينما تكفل المغردون الإماراتيون المقربون من دائرة القرار فضلا عن المرتزقة والذباب بالإساءة للمملكة باللمز والهمز والتلميح والتصريح، والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى. كما أن الملف اليمني شهد الكثير من المؤامرات والخيانات الإماراتية، مرورا بتشكيل المجلس الانتقالي الذي كان خنجرا في ظهر تحالف الشرعية، ثم استيلائها على سقطرى بمواردها الغنية وموقعها الاستراتيجي، ثم انسحابها عسكريا من اليمن في 2019 تاركة الحليف السعودي يواجه الحرب لوحده. ولم يقف الأمر عند خذلان الإمارات السعودية، بل تعدى ذلك لدعم ميليشيا الحوثي بعد مساهمة شركات وأفراد يقيمون في الإمارات في تحويل الأموال للحوثيين، وكذلك المساهمة في تهريب النفط الإيراني عبر موانئ الإمارات. والفضيحة الأكبر كانت بعدما كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن أن شحنة طائرة تم اعتراضها في مأرب كانت قادمة من دبي، لتبين أن شركة إيرانية تقوم بتركيبها ثم ترسلها إلى اليمن عبر دبي لقصف الحليف السعودي. ووصل الأمر بالمجاهرة علانية بالتحالف مع الحوثي ضد السعودية، كما صرح بذلك القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا سليم النهدي بقوله: لو خيرونا في التفاهمات بين السعودية والحوثيين لاخترنا الحوثيين، وليس من مصلحة الجنوب انتهاء الحرب وانتصار الشرعية. اللافت للنظر أيضا تحمل الحليف السعودي لوحده هجمات الحوثي على مدار سنوات، فيما لم ينل الإمارات سوى هجمات معدودة كان آخرها قبل أشهر لتتوقف من بعدها.